آخر الأخبار هو الهجوم الثاني اليوم على تونس، اختراق الأجواء التونسية والسيادة التونسية. هذه المرة الثانية. البارح كان القصف الأول بطائرة درون، والآن القصف الثاني على سفينة الصمود في الأجواء تحت السيادة التونسية. لكن الموضوع الأساسي الآن، لأن هذه واحد الرسالة لشمال إفريقيا أن إسرائيل لديها القدرة أن تصل أينما تشاء. لكن الموضوع الخطير هو حاليا هو ضرب إسرائيل لقطر، لأن بضرب إسرائيل لقطر فهي ضربت السيادة القطرية، وأرسلت رسائل للشرق الأوسط أن الشرق الأوسط الجديد تقوده إسرائيل وبقوة عسكرية إسرائيلية. ولا ننسى أن الضرب الإسرائيلي لقطر كان بضوء أخضر أمريكي، وإحنا عارفين أنه بدون ضوء أخضر أمريكي إسرائيل ما تقدر والو. بمعنى آخر أن قطر حليف أمريكي وأكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط، وتقريبا على ما أعتقد في العالم هي موجودة في الأراضي القطرية وهي العديد، وأن قطر هي اللي كتصرف على هذه القاعدة. ورغم هذا أمريكا لم تعتبر قيمة لقطر. راه هنا مشكل. هنا بعض المرات كنتفكروا ما هي الرسائل التي كانت ترسلها إيران؟ هل واقع؟ واحد الرسالة أخرى، واحد التساؤل كيطرح ذاته: هل كانت قطر لها تخطيط مسبق لهذا محاولة الاغتيال؟ هذا تحليل نفسي، هذا سؤال أنا طرحته لراسي، لأن في الآونة الأخيرة بدنا كنشوفوا شي حوايج من قطر ماشي تيلهي. لأن السؤال المطروح: أين هي الدفاعات الجوية القطرية؟ وحنا عارفين أنه إيران ملي كانت كترسل صواريخ في قاعدة العديدة، كانت قطر كتصدى لهذوك الصواريخ والطائرات الدرون بالدفاعات الجوية القطرية. الآن طائرات ودرونات دخلت الأجواء القطرية والدفاعات الجوية غير موجودة، قصفت الدفاعات الجوية غير موجودة، خرجت من الأجواء القطرية. ورغم هذا الدفاعات الجوية القطرية ساكتة غير موجودة. هل كان هناك تخطيط مسبق إسرائيلي أمريكي قطري؟ هذه وحدة. ثانية: ما دور قاعدة العديد الموجودة في قطر في هذا الهجوم؟ يعني هناك دور، بمعنى أن أصبحت القاعدة الأمريكية في قطر ليس منفعة لقطر، بل أصبحت تهديد ودمار للقطر وللقطريين. يعني هذه صافرة رسالة بين أن هناك شرق أوسط جديد تقوده إسرائيل. واحد الحاجة أخرى: كيف ونحن نعلم كشعوب والقادة أن أمريكا هي إسرائيل، وأن أمريكا لا يهمها لا عرب ولا مسلمين ولا شيعة ولا حتى أوروبيين، لأن عقل أمريكا كليا هو إسرائيل، فهي تعتبر طفلها المدلل وأكثر من نفسها. يعني أمريكا تحب إسرائيل أكثر من نفسها. مثلا في العراق هناك قواعد عسكرية أمريكية، في الأردن هناك قواعد عسكرية أمريكية، في السعودية هناك قواعد عسكرية أمريكية، في الكويت هناك قواعد عسكرية أمريكية. يعني كيفاش أنتم كعرب تضعون قواعد عسكرية أمريكية على أراضيكم، تتجسس عليكم، تتحكم فيكم، وكتخرجوا الإعلام أنتم كقادة وتقولون فلسطين ونحن مع فلسطين مستعدون أن ندافع عن فلسطين؟ راه هناك تناقض، راه لا يمكن أن تضع، يعني وكأنك تضع قواعد عسكرية في الأراضي ديالك وتريد إعلان الحرب على إسرائيل في منطقة أخرى. يعني أنت غادي تضرب من الداخل. خصنا نعرف لو العراق أعلن الحرب على إسرائيل، القواعد الأمريكية سوف تقتل العراقيين. لو حاليا قطر ردت بصواريخ على إسرائيل، فقاعدة العديد ستدمر قطر من داخل قطر. يعني تخيل في نفسك. يعني لو ردت، لأن شوف أنا نقولها من هنايا: قطر سوف فقط تدير التنديد والبيانات، مستحيل أنها ترسل ولو صاروخ واحد. ولو أرسلت ولو صاروخ ولو طائرة للرد على إسرائيل، فإن القاعدة الأمريكية الموجودة في الأراضي القطرية وهي قاعدة العديد ستدمر قطر من الداخل. يعني أصبح وكأنه سرطان.
يعني جميع القواعد الأمريكية في الدول العربية هي أصبحت سرطان وأداة ضغط على الحكام والقادات والجنرالات والضباط الموجودين في تلك الدول. فمثلا الأردن، رغم كنشوفوا الإعلام والبيانات اللي كتخرجوا ضد إسرائيل وكذا ونحن سوف نتدخل، ولكننا نعلم وهم يعلمون أن مثلا الأردن لو تدخلت ضد إسرائيل فالقواعد الأمريكية الموجودة داخل الأراضي الأردنية سوف تهاجم الأردن وتقتل الجيش الأردني وتقتل حتى الشعب الأردني. يعني إذا أردتم حقا تريدون تحرير فلسطين وأن يكون هناك تكتل لمواجهة إسرائيل، يجب على جميع الدول أن تطرد القواعد الأمريكية من أراضيها من الآخر. وأحسن رد إن كان هناك نفس وقليل، يعني هناك شخص رشيد، فأحسن رد في قطر أن يتم إغلاق القاعدة العسكرية الأمريكية، يتم إغلاقها الآن مدة شهر، تعطى مدة شهر أن يجب إخلاء القاعدة العسكرية الأمريكية الموجودة في قطر. هذه ستكون صدمة للأمريكان، بل صدمة حتى في العالم. يعني أنت تقطع أذرع أمريكا ثم السعودية تعلنها ثم الأردن ثم العراق، ستختفي أذرع أمريكا. لن يبقى من يدعم إسرائيل عسكريا في المنطقة أو لا شيء. هنا سوف تصبح إسرائيل دولة ضعيفة وأمريكا ستعرف حجمها. فمثلا كاين واحد الحل آخر كما كان فعلت السعودية قديما، هو التوقف عن بيع البترول بالدولار. لو اجتمع مجلس التعاون الخليجي وأعلنوا مثلا غدا كمساندة لقطر سوف تتوقف جميع الدول على بيع المواد البترولية والبترول بالدولار، تخيل في نفسك لو توقفوا لو قالوها أن أمريكا ستنهار كليا، اقتصاد أمريكا سينهار كليا. أمريكا لن يصبح لها أي دور عالميا، لا في منطقتها، لا في الاتحاد الأوروبي، لا في حلف الناتو، ولا في آسيا، لا في حتى في شمال أفريقيا، ولا حتى عند العرب. ستنهار لأن قوة أمريكا في عملتها. ومن يعطي تلك القوة عملتها؟ وهو القوة العسكرية الأمريكية والدولار. وأكثر من يعطي قيمة للدولار هم دول الخليج، لأنكم تبيعون ثرواتكم بالدولار الأمريكي. لو أنكم اتفقتم على التوقف على التجارة بالدولار واستبدلتموها مثلا باليوان الصيني، ستنهار أمريكا في مدة لا تقل عن أسبوع، لا تقل عنه. ستنهار، ماشي حتى أسبوع، اليوم الثاني جميع البورصات في أمريكا ستنهار. يعني تخيل فراسك العملة الدولار ستتوقف على المعاملة بها، الكل سينهار. العقارات في أمريكا ستنهار، الاقتصاد سينهار، الجيش سينهار، الكل سينهار. لكنكم أنتم تعلمون ما هذه الحلول، لكنكم خاضعون وخانعون. فليس هناك شيء اسمه فلسطين، هذه أصبحت كلها شعارات. نحن كشعوب مللنا من هذه الأشياء. 70 سنة ونحن نسمع لم نرى أي شيء على أرض الواقع. الجزائر معتبر، أنا لست حاقد على الجزائر، لكن الجزائر لست بكلامي، ولكن الفلسطينيين تعتبر أكثر دولة التي تلعب بالشعارات الفلسطينية، أكثر دولة تلعب بالشعارات الفلسطينية. كيف تفرجت دابا قبل واحد نصف ساعة واحد محلل سياسي جزائري ومحلل سياسي فلسطيني، وأجاب الفلسطيني بالجزائر قال له: إن كنتم حقا تحبوننا وكذا أمدونا بالسلاح. كيف سنقاوم مع أنه الجزائري قال الفلسطيني: نحن قاومنا 130 سنة وكذا وكذا. فقال له: لولا بعض الدول دعمتكم بالسلاح لما تحررتم. ادعمونا نحن بالسلاح، نحن الشعب الفلسطيني والمقاومة تحت السلاح، ما عندنا السلاح. كيف الشعب الفلسطيني سيقاوم بدون سلاح؟ يعني هناك مشاكل. الرسالة الإسرائيلية آتية: أن الآن ما أراه أن أكثر ما تخافه إسرائيل حاليا هم دولتين، الدولة التركية والدولة الإيرانية. الشيعة أهل السنة والجماعة
لم يعد لكم وجود أو قيمة في هذا العصر وفي هذا الزمان، لأن أصبحتم مثل ببغاوات بلا 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 بلا. الشيعة أو قل فرس أو إيران رأينا ما فعلوا، فعلوا أشياء لم نكن نتوقع أو نظنها. نعم خسرت، لكنها لم تكن يعني لأن ماشي بوحدها، كانت إيران وحدها، لكن كانت هناك إسرائيل، أمريكا، بريطانيا، ألمانيا، ومخابراتهم كلهم على دولة واحدة. لكن العرب ماذا فعلوا؟ لا شيء. لم تعد هناك قيمة للعرب لأن السياسات فاشلة. والآن ما هو الرد؟ لأن الرد للقطري ولا دول الخليج ولا الدول العربية، هذا الرد هو الذي سيكون له معنى عندنا نحن كشعوب أو لا معنى عندنا نحن كشعوب. وأظن أن هناك سيكون هناك رد لا معنى له من غير التنديدات والبيانات وكذا وكذا حتى تنسى الأمور فقط. وشكرا. وهذا ما أظنه أنا في التحليل ديالي والمعطيات دابا من هنا الغد وبعد غد وفي هذا الأسبوع اللي غدا تظهر لنا المعطيات أكثر وأكثر.